أهلا وسهلا بكم في مطبخ وتدابير جاد. جيتكم بوصفة ميني قطايف كمشروع مربح لأي مرأة ماكثة في البيت. قطايف هايلين مقرمشين بحشوة بنينة وديكور أمامكم، يجوا هايلين هايلين. نبدأ في الوصفة على بركة الله. هنا عندي القطايف، أنا ديت نصف باطة، سمن، لافاني، الحشو كاوكاو، عندي مكسرات للتزيين، الشوكولا تختيني، عندي المزهر. نبدأ في السيرو. وبالأول دي كأس سكر، 2 ماء، وندير شريحة ليمون، نديرهم فوق النار مدة 10 دقائق. هنا نخلو الشربة تاعي بتجيه، ونروحو القطايف تاعنا نديرلها لافاني، ونزيد نديرلها السمن بالتدريج، ونبدا داك السمن ندخلو كامل في القطايف تاعنا. نضيفو السمن بالتدريج. هنا نزيد ماء الزهر حوالي ملعقة أو ملعقتين. هنا نجيب الليمون اللي نخدم بهم، عندي هادو الليمون فيهم 8 سنتيم، يجوا هايلين في العبر. ندهنهم كامل بالسمن، وندير القطايف تاعي في المول، ونبدا ندرك في الحواف، نطلع في الحواف باش كي ندير الحشو ما يتحرقش معنا كما موضح في الفيديو. ندير الحشو اللي هو كاوكاو، درت فيه لافاني كاوكاو مع لوز، ودرت شويه مزهر. هنا درت شيكولاط تختيني ونبلع عليها هنا في القطايف. ندرك عليها هكا مليح مليح، نكمل كامل الكميه. عندي هذا المول الكبير تاع المادلين ثاني درت فيه حبيبات، وهنا ندهن كامل بالسمن من الفوق باش يعطونا تحميره شابه. هنا ندخلهم للفور. هنا بعد اللي طابو نجيبو الشربات، نديرو ملعقه تاع الشربات، راكم تشوفوا الشربات تكون ثقيله. هنا بعد اللي كملت وشربوا كامل هذيك الشربات نجي للتزيين. التزيين عندي شيكولا تختيني، وعندي شيكولا تختيني سوداء، وعندي كريمه البندق. والتزيين اختياري، كل واحد وكيف يحب يزينهم. كان متوفر عندي بيستاش ولوز ورد الشوش، خدمت بهم كل وحده ديكوري على حسب واش متوفر عندها وعلى حسب مقدورها، ما يدوش مكسرات بزاف. هنا شوفوا كيفاش كملتهم كامل، جاو هايلين.